بعت بنتي كده الصبح علشان خاطر تجيب لنا عيش يكون سخن عشان نفطر بيه. قالت لي الفرن شطبت، كان اخر يوم في الشهر، وبعدين يا ماما اجيب عيش من بره. قلت لها العيش بره الرغيف بمبلغ وقدره، هنكفي ايه ولا ايه؟ يعني فيما معنى الكلام ان العيش، حتى العيش بقى في متناول رجال الاعمال، يعني حاجه كده بقت غاليه جدا. هاتيلي كيلو من الدقيق معاكي وانتي جايه وسيبيها على ربنا. هندخل على المقادير بتاعتنا البسيطه اللي موجوده في كل بيت، بس قبل ما نبتدي تصلي على النبي كده كتير عشان تحل بركه رسول الله في الفيديو. ويلا بينا. ادي كيلو من الدقيق بتاع الفطير اللي هو اللي يعني يعتبر ليه عرق قوي. ارخص نوع دي ممكن تستخدميه، ما فيش فيها اي مشكله. نزلت عليه بنص كيلو من الدقيق الاسمر اللي بالنخاله بتاعته، يعني هو ده كان عندي قبل كده، عملت بيه وصفه فعشان كده استخدمته. لو مش حابه ممكن تعمليه عيش ابيض عادي جدا. حطيت عليه نص كيلو من الدقيق الاسمر بالنخاله اللي هي الردة، ونزلت عليه بكيس من الخميرة وشوية ملح، حاجة بسيطة كده، وشوية سكر عشان تتفاعل الخميرة معايا. وكمان حطيت ربع كوباية من الخل، ولو زودتيها نص كوباية مش هتقول لأ، عشان بتعتبر محسن طبيعي للعيش. نزلت عليهم بكوبايتين من المية، ودي طبعا خطوة مبدئية لحد ما تشوفي العجينة هتاخد منك مية قد ايه. وكمان نزلت عليهم بنص كوباية من الزيت، وقلبت كل ده مع بعضه بالكف كده، وهبتدي اشغل عليه العجان. مش هياخد وقت خالص خالص على ايدك، بس انا عشان كنت مستعجلة جدا وكنا عايزين نفطر بيه، فابتديت اعجن زي ما انتوا شايفين كده في العجان. ما اخدش معايا دقيقتين. العجينة طبعا في الاول ابتدت تبقى سايحة معايا، وبعد كده تبتدي تلم من الحلة، وده قوامها بعد ما اتعجنت كويس جدا. القوام الطبيعي بتاع اي عيش بيلزق، هو هنا التلزيق مش سايح قوي زي بتاع الفران، بس برضو ما يمنعش ان هي بتلزق في ايديكي، وباستخدام الزيت او نسبة من الدقيق هتعرفي تسلكيها كويس جدا جدا من ايديكي. هنا دهنت وشها بشوية زيت بسيط، يعني غطيتها بأي حاجة بلاستيك أو ستريتش راب زي ما موجود. وزي ما أنا قلتلك باستخدام نقطة من الزيت أو شوية من الدقيق هتعرفي تلميها وتتحكمي فيها. هنا لميتها في الطبق زي ما انتي شايفة بعد ما خمرت كويس جدا جدا، ودي أهم خطوة في الخطوات بتاعة العيش. لازم اول ما تسيبيها تتخمر لازم تخمر، يعني يعتبر اضعافها علشان خاطر تاخدي نتيجة حلوة جدا جدا في العيش. هنا عملت خلطة علشان اتفل بيها العيش، وهي كانت شوية من الدقيق العادي وشوية من الردة وشوية من الدقيق اللي بالنخالة اللي انا وريتها لكم نوعه فلاور. ده ممكن تستخدموه حلو جدا جدا لو عايزة دقيق اسمر او هتعملي عيش بالنخالة. هنا ابتديت اقطع في العجين زي نسبة وتناسب كده، اعملها كور كلها متناسبة. بحاول بقدر الامكان اوازن ايديا وتبقى كلها كور متوازنة علشان خاطر يطلع كله عيش قد بعضه زي ما هتشوفوا في الاخر. هو يعني انا مش ايديا ميزان قوي، بس على قد ما قدرت ابتديت اقطعه كور قد بعضها علشان خاطر تطلع كلها شكل واحد وحجم واحد. وان شاء الله هسيب لكم ملاحظات في صندوق الوصف تحت بالمقادير بالكوباية وبالميزان لو امكن، لو على قد ما اقدر. يعني هي حاجات يعني بسيطة او مقادير بسيطة في كل بيت، وما انا ما وزنتش، يعتبر حطيت كده بالبركة وزي ما ربنا بيطرح فيها يعني بركته. بس هي في الاول وفي الاخر مقادير بتشوفيها بعينيكي. طبعا هي الخلطة دي اللي انا هتفل بيها العيش، وعلى قد ما قدرت ابتديت يعني برضو اوازنها تبقى نسبة كلها قد بعضها. وابتديت بقى هاخد كرة كرة بعد ما ريحت وافردها، ولانها انا حاطة فيها نسبة قليلة او بتفل بدقيق 5 نجوم، يعني دقيق ليه عرق قوي جدا جدا، فممكن تكون شادة شوية. انا فردت واحدة كده كورة من الكور ركنتها، وهبتدي افرد التانية لحد ما الاولانية تريح معايا. وطبعا باستخدام شوية من الخلطة اللي احنا قلناها قلنا شوية دقيق من 5 نجوم، بس علشان ما كانش عندي من الدقيق التاني، لكن عادي اي نوع دقيق مفيش فيه اي مشكلة. وشوية ردة اللي هي النخالة بتاعت الدقيق الاسمر، وشوية من الدقيق اللي انا وريته لكم من شوية اللي هو الدقيق الاسمر بالنخالة بتاعته. انا بس زودت كمية مش اكتر. هنا زي ما انتي شايفة، بصي انا فردتها وتبقى الدواير دواير وما تبقاش
كبيرة قوي ولا تبقى صغيرة قوي. حاولي توازني ايديكي. وده السمك اللي انتوا شايفينه ده اللي انا هستخدمه في العيش، زي بالظبط السمك بتاع العيش البلدي اللي في الفرن. فردت شوية من الردة وحطيت عليه العيش زي ما انتوا شايفين. وخطوة مهمة جدا جدا اللي هقولها لكم، جبت ملاية من الملايات بتاعة المفارش بتاعتنا، بس دي بصراحة دي ملاية قديمة انا سايباها في المطبخ للاستخدام، وطبقتها يعني نصين كده. وهبتدي زي ما انتوا شايفين حطيت نصها. دي الخطوة دي بتوفر عليكي مواعين كتيرة جدا في المطبخ عشان مفيش مكان تفردي فيه. حطيت هنا ربع القماشة او ربع الملاية، وحطيت عليها شوية من الردة، وحطيت عليها العيش بعد ما فردته وغطيته منها العيش ما يشققش معايا وما يقشفش، وكمان توفري مواعين عليكي. رجعت طبقتها تاني وحطيت فيها مرة تانية العيش وغطيتها كويس جدا بفوطة من فوط المطبخ. طبعا بتسيبيه مش اقل من 10 دقايق بعد ما بتخلصي، وبتحاولي تاخدي الكمية الاولانية اللي عملتيها اللي بتبتدي يعتبر خمرت كده والعجين بتاعك ارتاح، وتبتدي تشتغلي فيها. هقولك على طريقتين للتسوية النهاردة. اولا اول طريقة، اي طاسة قديمة، انا عندي الطاسة دي انا بستخدمها في شوي السمك او حتى للعيش زي كده، او اي حاجة ناوية احرقها او اولع فيها، فمفيهاش فيها اي مشكلة. المهم ان هي تبقى طاسة قديمة عندك واستخدامها يعني مهملاها علشان الطاسة بتاعتك ما تتحرقش. زي ما انتي شايفة قلبي، حطي الرغيف وابتدي قلبي فيه شمال ويمين وتحت وفوق لحد ما يديكي النتيجة الجامدة جدا دي. بصي بقى، ولا فرنة ولا سحر ولا شعوذة، حاجة كده اللهم بارك، واخدة لون وطري. وهقولك الفرق ما بين التسويتين. دي اول تسوية زي ما انتي شايفة كده في الطاسة، وشايفة النتيجة بتاعتها عاملة ازاي. اللهم بارك، الكمية كلها ما فيهاش واحد طالع بايظ ولا واحد طالع محروق. دي بقى الخطوة التانية او الطريقة التانية للتسوية. زي ما انتي شايفة في الصاج بتاع الفرن، وابتدي رصيهم ودخليهم الفرن على عالي جدا فوق وتحت علشان تاخدي النفخة اللي انتي شايفاها دي ونجاح العيش. اللهم بارك، يعني الطريقتين اجمد من بعض، وما شاء الله الاتنين طريقتهم حلوة جدا جدا وواخدين التسوية مظبوطة. بس هقولك على ملاحظاتنا قبل ما يخلص الفيديو. زي ما انتي شايفة دي الطريقة التانية اللي قلتلك عليها، ادينا حطيناه في الصاج، وهبتدي اولع فوق وتحت ونار سخنة جدا جدا عشان توصلي للمرحلة اللي انتي شايفاها دي والنتيجة اللي انتي ملاحظاها واخدة بالك منها. اللهم بارك، مفيش رغيف الا ما اتنفخ كده، اخد راحته في التخمير واخد راحته في بعد ما اتفرد، اخد وقته، وكمان واخد راحته في حتى ايديكي مش ضغط عليه وانتي بتشيليه. المفروض ان انتي ايديكي بتبقى خفيفة جدا جدا عليه طول ما هو خمر على الصينية، فبتبقى ايديكي خفيفة جدا عليه. دي الطريقة التانية زي ما انتي شايفة، طريقة بسيطة جدا جدا وما بتاخدش معاكي وقت طبعا ولا مجهود. تعالوا بقى نقول ملاحظاتنا سريعا كده. بصي، اللهم بارك، النتيجة ما شاء الله مبهرة. اولا تسيبي العجينة تخمر معاكي كويس جدا جدا في الطبق قبل ما تبتدي تقطعي فيها ولا تيجي جنبها. ثانيا الملاحظات بتاعتي في التسوية، اللي تسوى في الفرن على فوق وتحت طالع ناشف سيكة زي ما انتي شايفة، بس طبعا نتيجته مهولة لاني انا بسيبه شوية لحد ما يحمر، فبالتالي بينشف شوية علشان هو مفرود قوي او زي ما انتي شايفة كده مش عاملة فيه لبة من جوه. يعني انا مش سايباله كمية عجين كتير ان هو يعمل لبة من جوه، فبالتالي بينشف شوية عن اللي معمول في الطاسة. اللي معمول في الطاسة اللهم بارك طالع طري، منفوخ برضو وطالع طري. عاوزة تعمليه بقى في شوية طري اكتر وفيه لبة، ممكن تزودي عليه شوية، يعني قطعة العجين بدل ما تبقى صغيرة قوي ممكن تتخنيها شوية وتقلليه في الحجم او تزودي حجم الكرة شويتين. عايزة تعمليه ابيض من غير ردة، اعمليه بنفس الطريقة، بس دي ابيض بس وهيديكي نفس النتيجة. عايزة تعمليه عيش فينو، ممكن تزودي عليه زبادي وكمان تشيلي شوية الردة. لحد هنا الوصفة بتاعتي كانت خلصت، بس عايزة اوريكم شكله من جوه، حاجة كده مبهرة. يعني مش قادرة اقولك ولا غلطة فيه ولا رغيف طالع وحش. اللهم بارك، 1.5 كيلو طلعوا 30 رغيف او 32 مش فاكرة، يعني على حسب ما تاكلوا. اللهم بارك. لحد هنا كانت الوصفة خلصت. لو وصفتي عجبتك ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتشيري لو عجبك الفيديو. الاهم من ده وده وده تصلي على النبي كتير كده عشان تحل بركة رسول الله في اوله وفي اخره.
اسيبك في حفظ الله ورعايته. كان معاكي اسماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.